السلام عليكم ورحمه الله الاخوات، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم مطبخ ساره. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده وانتم كتشوفوه. فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الكيك كيجي راقي في الشكل ديالو، كيجي هماوي تحطوه بوجهكم احمر لضيوفكم، وحضروا حتى لكم ولوليداتكم، انا متاكده غادي يحماقوا عليه. غادي نحضروه بالتفاح وبالفواكه المعسله، وضروري من واحد الرشه ديال القرفه، كيجي من السم بالقرفه كيجي ولا ألد. اخواتي غادي نخليكم مع الفيديو، ولكن قبل ما تنسونيش من واحد اللايك اللي عجبكم الفيديو، بارطاجيو الفيديو بالقناه، واللي اول مره كيشوف القناه ما تردوش بالاشتراك وتفعلوا الجرس، ونخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. على بركه الله، بسم الله. نبداو مع المقادير. غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات يكونوا من الحجم الكبير، كاس ديال سكر سنيده، كاس الا ربع من زيت نباتيه، كاس الا ربع من زيت من الحليب، عفوا كاس الا ربع من الحليب، واحد ياغورت بالنكهه ديال الموز، يمكن لكم تعوضوها بالفانيليا، واحد الكيس ديال السكر المنسم بزهره البرتقال، 2 اكياس من خميره الحلويات، وعندي في المجموع 250 غرام ديال الدقيق الابيض. غادي نعبر معكم بالكيسان باش هكا تعرفوا القياس بالكاس بالنسبه للاخوات اللي ما كيتوفرش على الميزان. هنايا غادي ناخذ واحد الاناء درت فيه واحد الرشه ديال الملحه ضروريه لتعديل الذوق، ناخذ 3 ديال البيضات كيف قلت لكم، ضروري تكونوا محيدينهم من الثلاجه من قبل، وغادي نزيد داك الكاس ديال السكر سنيده مع داك الكيس ديال السكر ديال الزهر. انا بالنسبه ليا هو احسن من الفاني في هذه الوصفه هذه اولا في هذه الكيكه هذه بالضبط. كتجينا الكيكه منسمه بالكو ديال الزهر والفواكه الجافه مع داك التفاح، كيجي زوين بزاف. يمكن لكم تستغناو عليه كاع بمره الا ما كانش عندكم، اولا تعوضوه بالفاني، كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما كنخلط مزيان داك البيض مع سكر سنيده حتى كيبدا الخليط كيميل للبياض، ما كيبقاش هكاك البيض صفر. كنزيد كاس الا ربع ديال الزيت، كنستمر هكايا في الخلط. انا كنحضرها غير بهذا الفوي هذا ديال اليد، ما كنحتاجش الطراب الكهربائي. يمكن لكم تستعملوا الطراب الكهربائي الا بغيتوا، اولا توضعوا المكونات ديالكم كامله في الكاس ديال الخلاط وتطحنوهم جيدا. من بعد كنزيد كاس الا ربع ديال الحليب مع الياغورت بالنكهه ديال الموز كيف قلت لكم. يمكن لكم تعوضوه بالفاني، كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما كنخلطهم جيدا كنزيد هنايا النواشف. بالنسبه للنواشف غادي نزيدوا الدقيق الابيض يكون من نوعيه ممتازه. في الاول غادي ندير 2 كيسان ديال الدقيق، غادي نغربلهم في الاول، غادي نخلطهم جيدا مع الخليط حتى كتدخل لنا هذه الكميه ديال الطحين. من بعد غادي نزيدوا كميه اخرى حيت غادي يجينا الخليط باقي خفيف. وانتم عارفين بالنسبه لهذا الكيك هذا اللي كنحضروه بالتفاح اولا بالفواكه بصفه عامه، كيكون القوام ديالو شويه ثقيل على القوام ديال الكيك العادي اللي كيكون عادي يومي، كيك يومي، فضروري القوام ديالو كيكون واحد شويه ثقيل. هنايا غادي نزيد واحد نص كاس. في المجموع عندي 250 غرام ديال الدقيق هنايا لحد الان. غادي نزيد 2 كيسان ونص و2 اكياس من خميره الحلويات، غادي نغربلهم بطبيعه الحال باش هكا كنتخلصوا من داك التكتلات اللي كيكونوا عندنا في الخميره وفي الطحين حتى هما وداك الكويرات، كيجينا واحد الكيك اللي كيكون هشيش ومفشفش يسفنجي وكيجي عالي ومهوي من الداخل. كيف كتلاحظوا معايا الخليط ديالي كان باقي خاصو واحد الكميه قليله ديال الدقيق، تقريبا زدت ربع كاس، يعني في المجموع احتاجيت ل3 ديال الكيسان الا ربع من الدقيق، ما يعادل 275 غرام تقريبا ديال الدقيق الابيض. كيبقى على حسب كميه اولا عفوا كيبقى على حسب الحجم ديال البيض اللي درتو، واش كبير اولا صغير، وايضا النوعيه ديال الدقيق اللي استعملته. مهم من 275 حتى ل 300 غرام ديال الدقيق. كما قلت لكم القوام خصو يكون واحد شويه ثقيل، كيف كتلاحظوا معايا راني كنمشيه بداك السباتول. هنايا مباشره غادي ناخذ واحد المول، انا خسرت هذا اللي كيتحل من الجنيبات، دهنته مزيان بالزبده ورشيته بالدقيق. غادي نفرغ فيه نصف الكميه، نص فقط. هانتوما كيبان لكم النص الاخر راه باقي في البول. كندير هنايا كناخذ هني واحد 2 ديال التفاحات حكيتهم في الحكاكه الغليظه، شويه ديال اللوز وشويه ديال الكركاع مهرمش. وبالنسبه لهاد الزليفه هذه عندي فيها واحد 2 معلقات ديال السكر سنيده مع معلقه ديال القرفه وكيس واحد من زهره البرتقال. غادي نزيد داك الكيس ديال الزهر نزيدو على السكر والقرفه، وغادي نخلط جيدا هاد الخليط هذا. بالنسبه لهاد التخليطه هذه راها كتعطيه واحد النسمه زوينه لهاد الكيك، كتجي فيه داك النسمه ديال القرفه ولا اروع.
مع داك النسمه ديال الزهر. صدقوني الا جربتوه بهذه الطريقه ما غاديش تندموا عليه. من بعد ما كنوضع نصف كميه ديال الخليط ديال الكيك، كنزيد هنايا نص الكميه ديال التفاح اللي حكيته. من بعد ما كنحكوه كنعصر عليه واحد العصره ديال الحامض هكا باش ما كيتاكسدش وما كيكحالش، كيبقى محافظ على اللون ديالو. من بعد ما كندير داك التفاح كناخذ شويه ديال اللوز مهرمش وشويه ديال الكركاع حتى هو. بالنسبه للمكسرات كيبقى على حساب الاختيار، يمكن لكم تضيفوا الزبيب، ديروا لي بيبيت ديال الشكلاط، ديروا داكشي اللي متوفر عندكم واللي كيعجبكم. هنا غادي ندير واحد الرشه ديال القرفه مع السكر سنيده والسكر ديال الزهر. كندير واحد الرشه لا باس بها، اي بلاصه هكا كتقاصد داك الخليط. من بعد كنزيد داك النصف اللي تبقى لينا ديال الخليط ديال الكيك، كنوزعو هكا على المول. كملاحظه المول القطر ديالو 26 سنتيمتر، يمكن لكم ديروه في شي مول يكون صغر من هذا واحد شويه، اولا ديروه في هذا المول هذا ديال 26 ما تفوتوش باش هكا الكيك ديالكم ما كيجيكمش ما كيجيش عالي. صافي هنايا كنزيد داك الكميه اللي بقات ليا ديال التفاح وحتى ديال المكسرات اللي استعملت في الاول، نفس الاشياء اللي درنا في الوسط كنعاودو نديروهم كطبقه ثانيه. صافي كندير واحد الرشه ديال الفواكه الجافه بحال هكا كما قلت لكم. يمكن لكم ديروا الزبيب، ديروا لي بيبيت، ديروا كاوكاو مهرمش، المهم داكشي اللي بغيتو ديروه. وكنعاود واحد الرشه ديال داك الخليط ديال السكر مع القرفه والزهر. صافي غادي ندخل هنايا المول ديالي اولا الكيك الفران اللي كيكون بارد في الاول. اون فوا كندخلو العافيه كنقص عليها مزيان، كتكون عافيه مهيله. كنطيب انا غير في الفران ديال الغاز، عافيه مهيله حتى كدوز واحد 45 دقيقه، كياخذ بين 45 حتى ل 50 دقيقه. حتى كدوز واحد 45 دقيقه عاد باش كنحل عليه كنطلع عليه. كنشوف الا كان تحمر ليه هكايا من الجنيبات كنعاود نشعل عليه من الوجه ديالو. انا صراحه الكيك تقريبا كنطيبو دائما غير من الفوق، يعني بلا ما كنحمرو من الوجه ديالو، كيطيب كامل من الجهه الفوقيه. صافي هنايا من بعد ما خرجتوه هانتوما كيف كتشوفوا الشكل ديالو، صراحه كيجي خفيف بحال الريشه، كيجي مهوي وعالي، والشكل ديالو الصراحه كيجي راقي والاروع. حطوه كيف ما قلت لكم لضيوفكم بوجهكم احمر وما تندموش عليه. انا متاكده ما غاديش تندموا عليه. ودابا راه التفاح متواجد في الاسواق بثمن مناسب جدا، استغلوه. وانتم عارفين الوليدات كيحماقوا على الكيك اللي كيكون فيهم التفاح، كيجيو الصراحه كيجي هكا كيك زوين هماوي. هنايا زينته بشويه ديال الصوص ديال الكراميل من الفوق، هكا درت خطوط ديال الكراميل، كيبقى اختياري. انا كان عندي ودرتو، كيعطي حتى هو واحد المذاق وواحد حتى في المنظر ديالو كيجي زويون. هنا ضروري ما غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا من الداخل كيف كيجي الكيك. داك التفاح كيبقى في بلاصتو هو والمكسرات ما كينزلوش نهائيا القاع ديال المول فقط. كيف قلت لكم كنصيحه الخليط ما يكونش خفيف باش هكا التفاح ما كيهبطش، والمكسرات حتى هما هانتوما كيف كتشوفوا معايا راه التفاح كيبقى في الوسط مع داك القرفه والمكسرات، كيجي الصراحه زوين بزاف. اخواتي كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، كنتمنى من كل قلبي الفيديو ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك، الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم. ايضا بارطاجيو الفيديو والقناه، ونتلاقاو في فيديو جديد. خليتكم على خير.